هذه المشكلة اللي جاي تثار يوميا، أن فلان دخل في جسمه جن، فلانة دخل في جسمها جن، فلان وفلان أفسد علاقتهم جن، خلى المرأة ما تميل إلى الرجل أو الرجل ما يميل إلى المرأة. هذا كلام لا نصيب له من الصحة. أنا ألفت نظركم، هذا الشعب شعب طيب، شعب طيب، عنده براءة وعنده طيبة وعنده تمسك بعقيدته. الدجالين يستغلوه. احذروا ذول الدجالين، ذول لا عندهم دين ولا عندهم خلق، وما يهمهم أن يحرقون الدنيا في سبيل أن يحصل لك كم فلس. نبدأ شوي، اتقوا الله فيهم. هذول أنجس من الخنازير والله. نبدأ شوي، لأنه هذول يلوثون أمة، يلوثون البيوت، الأسر، المجتمع، يحولوه إلى مجتمع مملوء بالعقد وبالأمراض، بدلا من أن يطردوا الوهم، بدلا من أن يقولوا للناس أن هذا على فرض وجوده، الله عز وجل جعل لنا موانع. لا، تعال انت عندك هذا الجني وانا ما اطلع منك الا باسلوبي الخاص، اكتب لك شيء معين، جيب فلوس، نعم، وجيب ما ادري شنو، يا ريت الامر يختصر على الفلوس، وصلت للاعراض. شايف هذول اناس لا غيره ولا كرامه ولا دين ولا خلق، ما عندهم شيء يمنعهم من هذا، نفوس شريره مملوءه شر. احذروهم، اتقوا الله، استعينوا بالله عز وجل، استعينوا بالله. الانسان المسلم ياخذ القران الكريم، القران يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. يخاطب واحد من الجن يقول له دول ما لك عليهم سلطان، حرام الله عز وجل يجعل لكيان غير كياننا سلطان علينا ليؤذينا، حاشا لله، ما ممكن هذا المعنى يتم. والله عز وجل وضع لنا ضوابط وأمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمرنا أن نستعيذ بالله من هذه الوساوس، وأخبرنا أنه لا سلطان له علينا. فعليه اتنبهوا، الطيبة اللي عندكم لا تخلون دول يفسدوها ويشتغلوا.